السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. البرنامج اللي على التلفزيون صح، هذا اللي على اليوتيوب؟ نعم البرنامج الشيخ العدوي. نعم. بس عندي أسئلة للشيخ، معليش. تفضل. أنا اللي السلام عليكم شيخ، تبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخوك يتكلمك من ألمانيا، فعندنا أكثر من مسألة، لو يكون وقتك يسمحنا لو سمحت. تفضل مرحبا. تفضل. المسألة الأولى في الصلاة يا شيخ. الصلاة نحن عندنا هنا الموضوع المغرب، في يعني الوقت يتأخر كثير لتغيب الشمس، فهنا أهل المساجد يخبرون الناس أنه بعد ساعة ونص من أذان المغرب فيكم تصلون العشاء. لكن أنا بالمكان اللي ساكن فيه هو يعتبر قرية، فأشوف الغسق وأشوف الغروب، يعني لا يزال في ضوء يعني، فما أعرف. لا عفوا، أنت تتكلم عن وقت العشاء أو وقت المغرب؟ وقت المغرب. وقت المغرب سقوط فيه هنا بين الناس. لا عفوا، وقت المغرب لا ينبغي أن يختلف فيه. إذا سقط قرص الشمس دخل وقت المغرب. تمام. لكن هو المدة اللي تبعه هنا لا ما له يعني عفوا، وقت المغرب يمتد إلى وقت العشاء. وقت العشاء يبتدئ بسقوط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط القرص. يكون في اتجاه غروب الشمس احمرار، إذا ذهب الاحمرار دخل وقت العشاء. يمكن أنا ما عرفت أوصف لك الموضوع شيخ. نحن عندنا هنا الوقت صلاة العشاء يتأخر حيل يصير يعني بعد ساعتين من المغرب، والمغرب هي أصلا متأخرة، يعني احنا عندنا يصير بال9:30 والعشاء بتصير بال11:30. فهمتني؟ أنا فهمك، لكن أنا أسأل بس يعني الناحية الشرعية. أنت تخاطبني عن الناحية الشرعية أو الناحية التي عندك؟ وقت المغرب يتأتى، الناحية الشرعية وقت المغرب يدخل بسقوط قرص الشمس، وقت العشاء يدخل بسقوط، دعني أتكلم. وقت المغرب يدخل بسقوط قرص الشمس، وقت العشاء يدخل بسقوط الشفق الأحمر، وهي الحمرة التي في السماء في اتجاه غروب الشمس. السلام عليكم. الموضوع الثاني. عفوا شيخ. تفضل. أنت معي؟ معك، تفضل. الموضوع الثاني هو موضوع ربا النسيئة يا شيخ. طيب. نحن هنا عندنا بالبلاد هذه كل المعاملات اللي يتم فيها بيع وشراء بالتقسيط يكون فيها شرط، في حال انه ما سدد الشخص الاخر ينفرض عليه فائدة. إذا ممكن نعتبر هذا الشرط معطل ونسدد في الوقت. نعتبره شرطا معطلا بالوقت. نحن بالعادة ما هو إذا كان هو أكثر شيء بموضوع السيارات يا شيخ. هو بموضوع السيارات، شراء السيارات الجديدة، هو هذا الموضوع الأكثر شيء معقد. أنت تدخل بنوك أم تشتري من المالك؟ لا، نشتري من الوكالات السيارات مثلا، فيفرضون علينا الشرط هذا. هل يجوز ولا لا؟ ما أنا قلت لك إذا اعتبرته شرطا معطلا جاز، لكن إذا كان بيع قال لك هذه نقدا ب10 إلى أجل ب20 لا بأس بهذا التوصيف. لكن إذا قال لك إذا تأخرت سنراكم عليك الفائدة كذا وكذا، اخلص من هذه وسدد في الوقت. والله أعلم. السلام عليكم.